تخليل الفلفل الحراق بطريقة كده سريعة. وده كده الفلفل بتاعنا بعد ما احنا خليناه كده خلال اسبوع. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معانا كمية من الفلفل الحراق. اول حاجة بشيل الجذع بتاعة العنقودة بتاعة الفلفل كده، وببتدي لو حابة ان انت تفتحيه هيسرع معاكي في التخليل، حابة تسيبيه سليم مفيش مشكلة. هجيب اناء واحط فيه 5 معالق كبار من الملح. لكل معلقة كبيرة بتاخد مج كبير من المية، يبقى 1.5 لتر من المية السخنة المغلية بياخد 5 معالق كبار من الملح، معلقة هريسة من الشطة، ومعلقتين كبار من الخل. هنقلب كل المكونات وابتدي على طول انزل بالفلفل الحامي، بديه تقليبه وعلى طول بغطي الاناء واسيبه بقى في قلب الميه المغليه ده لحد ما الميه تبرد خالص. اول ما تبتدي بقى الميه كده تبرد هبتدي ان انا اجيب البرطمان اللي انا هعمل فيه المخلل. هبتدي ان انا اعبي الكميه بتاعه الفلفل في قلب البرطمان، وبعد كده باخد من المحلول الملحي بتاعه وببتدي ان انا اصب عليه. اهم حاجة ان انا لازم يكون المحلول كده مغطي على وش البرطمان كده من فوق. بعد كده بغطيه وبسيبه بقى في مكان كده دافي في قلب المطبخ تقريبا كده مرور 8 ايام بالظبط، وهبتدي ان انا افتح عليه. ده كده الفلفل بتاعنا اهو بعد ما اتخلل. حابه تسرعي من تخليله تقدري ان انت تديه ثقب كده الفلفل، حابين يعيش معاكي فتره طويله ما تعملوش فيه اي ثقب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.